مساء الخير على كل المستمعين وجمهوري الحبيب. أنا فوجئت طبعا باللي حصل على السوشيال ميديا بين محمد عبد الوهاب وبين حسام حبيب. فأنا حبيت أأكد إن كلام حسام مظبوط جدا جدا، وإن أخويا فعلا باعني. والتصريح اللي نازل ده نازل من محامي محمد شاعر اللي هو مستولي على السوشيال ميديا بتاعتي، وبالتوكيل انا كنت عامله له توكيل عام قديم، مضاله ورقه او عقد بتخليه يحصل على السوشيال ميديا بتاعتي، وبتاريخ موقعين بتاريخ قديم. فعلا كل الكلام اللي قاله حسام مظبوط. انا ما بحبش اتكلم عن مشاكل الشخصيه دلوقتي، يمكن عشان ما اشغلش حد والناس ما تقعدش تقول احنا ما وراناش غير شيرين ومشاكل شيرين. بس لازم تفهموا ان في اغاني حلوة جدا 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 تومة عاملها وعزيز الشافعي ومديان. في حاجات تبع يعني شوية حاجات بتخلص عشان تصريحات وأوراق وكده، عشان المشاكل اللي مع الشركة المنتجة اللي تخصني، اللي هي كمان في حد بشخصه بي قاصد يقعدني في البيت. بنخلص الحاجات دي والأغاني هتنزل وهتعجبكم جدا جدا. و... وعايزاكم ما تصدقوش أي حاجة من محمد عبد الوهاب، وبإذن الله الأغاني لما تنزل تعجبكم. بس مشكور إن هو بيرد بالنيابة عن أهلي، هو اللي بيقول الحقيقة مش أهلي. وكمان عايزة أقول إن برغم إن المحكمة حكمت القضاء المصري بإن عقدي انتهى مع روتانا، هم لسه رافعين قضايا عليا وموقفين الدنيا كلها. بس أنا واثقة في نزاهة قضاء بلدي. وأنا آسفة إن أنا ممكن أكون بشغلكم بأخبار، بس أنا اضطريت لأن الحقيقة صحيت من النوم لقيت السوشيال ميديا مقلوبة. يعني انا ماليش دخل في اللي بيحصل ده. صدقوني انا مش عايزه اضايقكم باخبار، اي اخبار عني لا حلوه ولا وحشه، عشان عارفه ان كل واحد فيكم اكيد عنده هموم وعنده مشاكل. فمش مفيش في الدنيا غير شيرين يعني ده اللي بيتقال، واحنا ما عندناش غير شيرين، كل شويه شيرين شيرين. صدقوني انا مش قصدي، وده دليل ان انا كنت ساكته الفتره اللي فاتت، ما بتكلمش في اي تصريحات ولا اي حاجه. بس عموما انتوا اهلي، وفعلا اثبتوا لي ان انتوا اهلي وسندي، وبتردوا غيبتي وبتقفوا لي. فكمان بعد اذنكم في بيان رسمي هينزل من مكتبي، مكتب استاذ ياسر كنتوش، هيكون في كلام اوضح و اي حاجه حصلت. ويا ريت ما تصدقوش غير البيانات اللي بتنزل من مكتب الأستاذ ياسر كنتوش. دي بتبقى يعني تصريح مني شخصيا، غير كده دي إشاعات وأكاذيب ما تصدقوهاش، وانتوا عارفين طبعا مين هو اللي بيقول الحقيقة مش أهلي. فأنا بشكركم يا حبايبي، وربنا يخليكم ليا وما تحرمش منكم، وبحبكم قد الدنيا.